لف كده يا خالد، وريني كده الصليبه بتبقى بايظه ازاي. ده الظرف ديت؟ بتاع الصليبه ناطر مش موجود اصلا، فركت والظرف طار. اللي المفروض اصلا بيبقى الظرف ده كده. طب اعمل الصوت اللي بتعمله في الدركسيون لما بيجي يلف بص حضرتك الدركسيون. لما بيكسر يمين او شمال تبدا تعمل معاك كده. قرب شويه، قرب المايك من قربها من المايك. المهم اللي هو صوت الطقه ده، بيبقى وهو الناس بتلف الدركسيون. بالظبط، وبيزيد بقى مع الوقت، بس هو كده جاب اخرها يعني مفيش اكتر من كده. يعني بص الصوت ده يا جماعه بيظهر اما بنيجي نلف الطاره كده. هو بص يا استاذ احمد، المفروض الصليبه دي بتبقى محكومه كده. أيوة. مفيش اصلا بوش فيها خالص، ما ينفعش يبقى فيها بوش كده. لكن بص الجنب بقى البايظ، حلو. بص اصلا بتروح تيجي ازاي. طب دي بتتصلح؟ بتتصلح. انا شفتك الايام اللي فاتت. لا باختلاف بسيط قوي فيهم. يعني بتاعت الام جي 5 ما تركبش على لا، الام ما جي زد تركبش، اس. لا. دي ام جي زد اس. دي زد اس اهو. بكام بقى الصليبه دي؟ القطمه كلها بالصليبتين دول هي كامله كده على بعضها بتعمل 2850 ديت اصليه. اصليه؟ مش بتعمل افتر 2000 ماركت؟ لا مش افتر ماركت، اصليه 2850. الصليبه لوحدها بتتصلح بكله بالمصنعيه بكله، بتكلف لها حوالي 700 جنيه، وبتبقى صليبه الماني ما بتبص تاني ابدا. يعني انت بتركب ساعات صليبه بس؟ صليبه بس، من غير صليبه الوصله كامله؟ لا الوصله زي ما هي كده، احنا بنغير الصليبه الجزء البايظ ده بس. انهي الاغلب اللي بيبوظ، الوصله ولا لا الصليبه؟ الوصله ما بتبص خالص. لا يعني انت ساعات في ناس بتغير وصله كامله. تمام. ايه السبب؟ مش محتاج تغير غير الصليبه، لان الجزء ده بس هو اللي بايظ. العميل يعني المره دي احنا هنغير له كامله، هغير القطمه كامله، لان العميل قال لي غيرها لي كامله. هو العميل اللي عايز كده. هي مش محتاجه تتغير لكن هي كاملة. مش محتاجه. لا الصليبه بس بتتغير. طيب. الصليبه هي البايظه، هو الجزء اللي بيبوظ فيها، لكن ده جزء صلب ما بيبوظ اصلا. لا انت ساعات بقى مش بتغيرها خالص، انت ساعات بتربط عليها وبتمشي العميل. لا هي بتكون فاضيه شحم من جوه الصليبه نفسها، بتكون محتاجه تتشحم بس بنشحمها وبتبقى زي الفل. طيب تمام. يعني هو طب بتكلفها كام بقى في الوقت ده؟ في وقت ايه بالظبط؟ لو انت هتربط بس بتكلف حوالي 200 جنيه مصنعيه بشحم كله. بس كده يعني. بس في اغلب الاحوال هي بتبقى محتاجه تتربط بس؟ لا بتبقى محتاجه تغير الصليبه دي بس. امال انا شفتك ربطت لكذا واحد ورا بعض ما ليه؟ تكونش محتاجه معلش يعني. دي الظرف نفسه طاير مش موجود، فدي مش هينفع تتشحن. في حالات بتيجي كده نفس الموضوع، لا بنغير الصليبه بس. طب لو واحد في الضمان وبيطلبها وبتتاخر عليه 3 4 شهور، ممكن انت تربطها له ويمشي حاله بيها لغايه ما هي تتظبط لحد ما يجي؟ هيعرفوها؟ لا مش هيعرفوها ضمان او حاجه؟ لا ما بيعرفوهاش، بس على حسب حاله الصليبه. هي هل ينفع تتشحم وتتظبط بس، ولا الصليبه تتغير؟ طب في ناس بتلحمها، اللحام ده مظبوط؟ عادي مظبوط، بس بيبوظ القطمه كلها. المره الجايه لما الصليبه تبوظ لازم اجباري هيغير القطمه كلها. فالاحسن ما يلحمهاش. ما يلحمهاش، بيركب الصليبه ونفس بص الزونب ديت هي اللي بتبقى زنقه الظرف عشان ما يخرجش من مكانه. احنا بنعمل لها نفس الزونب بتاعتها دي في حاله اللحام يعني؟ لا مش هنلحم. احنا بنعمل لها زونب كده ده عشان الظرف ما يطلعش من مكانه تاني. في حاله تغيير الصليبه يعني؟ من غير لحام. في حد بقى ممكن ما يعملهاش الزونب دي، بيلحمها على طول بيثبتها في القطمه. طيب نسبه كام في المية من العربيات بتجيلك فيها مشكله صليبه؟ يعني يعتبر 90%. انا عن نفسي انا غيرتها في 90% في الإيه؟ طيب تمام. هي اصلا بتتغير في الضمان على طول؟ فاهم. ماشي، شكرا العفو. لك وكتر خيرك. العفو.